يا جماعة، هل الجواز غلطة كبيرة؟ وهل لازم ما نعملهاش؟ وليه كل المتجوزين بيشتموا في الجواز؟ وليه كل اللي مش متجوزين نفسهم بيتجوزوا بعد كده بيشتموا في الجواز؟ مش كنتوا هتموتوا تتجوزوا من الاول؟ طب ليه اقدمتوا على حاجة بعد كده هتشتموا فيها وتلعنوها وتتمنوا ان انتوا ما عملتوهاش؟ لان الجواز مش فيلم رومانسي يا جماعة، ولا ريل على الانستجرام، ولا ريل على فيسبوك. الجواز للاسف مسؤوليات كبيرة وتضحيات اكبر. الجواز مش هتهربي منه بين اهلك اللي بيعاملوكي وحش، ولا ابوك اللي معذبك، ولا هتروحي تتفسحي، ولا هتروحي تسافري، ولا هتلاقي راجل يحققلك امانيكي. وده الواقع اللي بنصطدم بيه بعد ما بنتجوز. بعد العشرة حاجات كتير قوي بتتغير ومسؤوليات كتير قوي بتزيد. يعني حبيبي، ورحتي وروحتي وجيتي وسهرتي ومشيتي، بتحاول اللي جبت ايه هتجيب ايه، ناقصنا ايه، الكهرباء تدفع امتى. المشكله مش في الجواز قد المشكله في التوقعات. يعني اللي عايز تلهم بيت اهلها او اللي عايز يعيش زي عيشه الانستجرام او الفيسبوك مش هيلاقيها في الجواز للاسف. الجواز محتاج تضحيه كبيره، ولازم تكون عارف ده قبل ما تقدم عليه، لا اما هتعيش كل يوم جلسه من ندم مع نفسك انك اتجوزت. فيا ترى المشكله في الجواز ولا فينا احنا عشان مش عارفين نعيشه صح؟